الو. ما سألتش نفسك قبل كده ليه دايما لما بنيجي نصور ما بنلاقيش الشوت اللي احنا مصورينه مش زي الشكل اللي كان في دماغنا؟ وهنا يجي يا صديقي الكولر جريدنج. انا في الفيديو ده هعلمك جزء منه وألا وهو الكيرفز او المنحنيات جوه كاب كات بي سي، فخليك معايا. وسايب لك يا صديقي تحت في الديسكريبشن لينك عليه مجموعة من اللاتس تقدر تستخدمها على كاب كات بي سي. لو انت ما تعرفش ايه هو اللاتس، هو كولر جريدنج جاهز تقدر تستعمله لو انت راجل مستعجل عندك محتوى لازم تنزله باقصى سرعه، ففي عندك 10 لاتس تحت ببلاش تقدر تنزلهم وتستخدمهم عندك في كاب كات بي سي، وهقول لك ازاي تستخدمهم. خليك معايا. طيب يا صديقي، عشان ما اطولش عليك، هتفتح برنامج كاب كات، هتنزل الفيديو او الصوره اللي انت عايزها تعمل عليها مونتاج، هتنزلها تحت في التايم لاين، هتكليك عليها وهتروح ناحية فوق على يمين جنب البيزكس، هتلاقي فيه كده لو مش ظاهرة عندك هتلاقي فيه سهم صغير كده جنب البيزك، تضغط عليه، هتضغط على adjustments وهتلاقي تحتيها في HSL وجنبها في الكيرفز، هتضغط على الكيرفز. أول ما هتضغط على الكيرفز هتلاقي مربع فيه خط أبيض كده، الخط الأبيض ده بيمثل كل الألوان وكل الأنوار اللي جوه الفيديو بتاعك. خلينا كده نقسم الخط الأبيض ده، فوق هايلايتس، في النص الميد تونز، واللي تحت الشادوز. هشرح لك كل واحد فيهم بالتفصيل عشان تفهم ازاي تعمل كولر جريدنج للفيديو بتاعك براحتك. ولازم يا صديقي تفهم ان انت عشان تعمل برضو كولر جريدنج كويس، ده عامل من عوامل كتير جدا لازم تكون عاملها. اول حاجة لازم ان انت تكون منور الشوت بتاعك كويس، لازم تكون عامل كادر مناسب للسين بتاعك او الشوت بتاعك او ايا كان اللي انت بتصوره. عاش كل دي عوامل، وبعدها بتدخلها على المونتاج وبتبتدي ان انت تعمل لها كولر جريد. فما تتصدمش لو انت مصور الشوت وحش وعملت له كولر جريد وبرضه طلع وحش، فلازم بس خلي بالك من النقطة دي. نتكلم عن الشادوز. الشادوز باختصار او الظلال هو المناطق الغامقة في الفيديو بتاعك. كل ما هو غامق في الفيديو بتاعك هو بيتحكم فيه وبيقدر يا تنوره يا ان انت تنزله تحت او تغمقه زيادة. وغالبا لو انت عايز تصور شوت سينمائي غالبا هتغمقه شوية، تنزله فوق او تحت لحد لما تشوف الشوت مناسب لعينك. طيب يا صديقي، دلوقتي هنتكلم عن الهايلايتس. الهايلايتس هي عكس الشادوز، وهي الجزء العلوي في الكيرف بتاعك او الخط بتاعك. الهايلايتس كل ما هو فاتح في الشوت بتاعك، وده بيتحكم فيه برضو، لازم انت ترفعه فوق او تنزله تحت، ولما توصل لحاجة كويسة لعينك وقف، وانت كده مبروك عليك، انت اول طريق الكالر جريدنج الصحيح. الميد تولز دي هي الاجزاء اللي ما بين الظلال وما بين الهايلايتس في النص، ودايما احنا بنقول عليهم الميد تونز او البالانس بتاع الصورة والالوان مع بعض، وده بيكون الجزء اللي في النص. فاحفظهم كده: هايلايتس الاجزاء الفاتحة او الاجزاء المنورة في الصورة، اللي في النص الميد تونز يعني ما بين الظلال وما بين الهايلايتس، وتحت اللي هو الشادوز او المناطق الغامقة. حلوة المناطق الغامقة، المناطق الغامقة في الفيديو بتاعك. تحمل بقى اللاتس ازاي على كاب كات بي سي؟ الموضوع سهل خالص. هتفتح كاب كات، وبعد ما تكون فتحت كاب كات هتلاقي فوق على الشمال بتلاقي حاجة اسمها adjustments، هتضغط عليها، وبعد كده هتلاقي حاجة اسمها لوت
تحت خالص قدامك، هتضغط عليها وهتلاقي جنبها على طول هتلاقي في حاجه اسمها امبورت. هتضغط على امبورت وهتلوكيت الفايل اللي انت لسه محمله من عندي على الديسكريبشن وهتضغط اوبن. هتلاقي اوتوماتيك اللوت ده نزل عندك في الكاب كات. ممكن تعمل بقى دراج اند دروب تشده على التايم لاين على طول، يبقى معاك كالر جريدنج جاهز لو انت راجل يعني مستعجل وعندك محتوى لازم تنزله ولا حاجه. طيب يا صديقي، هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. لو عايزني اعمل لك سلسله كامله عن الكالر جريدنج وتعديل الالوان يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات، وانا هكون سعيد جدا ان انا اعمل لك السلسله دي ونتعلم انا وانت مع بعض ونحسن من الكواليتي بتاعت الفيديو بتاعنا من خلال الكالر جريدنج. وده حاجه طبعا من الحاجات اللي بتحسن. لازم زي ما قلت لك يكون في كادرات كويسه، يكون انت منور الفيديو كويس عشان تعمل كالر جريدنج كويس. فما تنساش تتفرج على الفيديو ده، انا بعلم فيه افكت لطيف جدا ممكن برضو تستعمله على الشوتات بتاعتك او على الافلام بتاعتك. يا ريت تتفرج عليه وتعمل لي سبسكرايب، ومع السلامه.